بنت محمد بن راشد، كان دعوة رسمية هناك، اللي راكب معه هو المخطي، سيارة بلاروما جديدة 2012، فأخطأ على اللي وراء. في يوم نزلت أنا أقول للرجل، أقول له آسف ترى احنا اخطينا عليك. إيش يقول؟ يقول لا 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 بد احنا اللي مخطين وآسفين. صار كأنه هو المخطي. لم يحصل لي هذا الموقف لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربعة في دولة الإمارات وكذلك عمان الشقيقة مسقط. هذا الخلق أما ينبغي أن تكون في كل مسلم؟ رد يا أخوان. ليش تميزوا بها أهل الإمارات وأهل مسقط؟ أهل مسقط بالذات تميزوا بها لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عنهم. ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل وفدا إلى إحدى الجهات. احنا ما احنا قايلين الجهة، رغم أن الجهة يا شيخ أحمد مذكورة في الكتب، لكن لو قلت ازعلوا جماعة الجهة ما. فأساءوا الأدب مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا إلى الرسول وقالوا يا رسول الله القوم الذين رسلتنا إليهم والمنطقة، ما تقول مثلا منطقة كذا وكذا أي منطقة، يا رسول الله اسمعونا ما يسوءنا، يعني ما تأدبوا معنا، يعني يساءوا الأدب معنا. فقال لهم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى أهل عمان فإنهم قوم أهل خلق. من اللي مدحهم؟ أسألكم بأمانة جاوبوا بصدق يا شيخ أحمد، أنت تحج ما شاء الله دايم، أهل عمان اللي جاوب الحج مو متميزين؟ ردوا يا أخوان، في العمرة مو متميزين؟ شوف أدبهم، شوف سمتهم، شوف الناس كيف تحب. ما تحب الناس في طبيعتها الجنجال يا حبيبي، الجنجال بالهندي، البروبلم بالإنجليزي، المشاكل بالعربي، ما تحبها النفوس. أنت لو عندك بسة في البيت تسوي لك جنجال مشاكل، تحبها يا شيخ أحمد؟ لو عندك بسة تمخش أولادك وتمخش الحرمة وتلحق وراتك تخليها في البيت؟ والله بكيس خيش وبرحة مو برحة جسمها اللي بين مكة وجدة، بحرة يا الفتحة دي طلعت الراقة قبل الحال كيس خيش وبحرة. لكن لو يا حبيبي يا شيخ أحمد بس حبيبي في البيت ايش تسوي بها؟ والله ثم والله زبادي نادك وتونا قودي فطبيعتنا حنا نحب هذا الشيء. فأرجو أن يكون هذا العيد يا إخوان عيد أنس، ما نبغى مشاكل يا إخوان، والله ترتاح. يقول ابن سعدي كلام نفيس يكتب بماء من الذهب، يقول لتجدن أشد الناس انشراحا، يعني صدفة منشرح، ما عنده ضيق، ما عنده كبت، ما عنده وجه معبس، يقول أكثر الناس تعاملا بالخلق النبوي. الإنسان اللي يتعامل بالأخلاق النبوية تجد أكثر الناس انشراح صدر.